الأولاني بالنتيجة دي ويمكن بدون اختبارات تذكر على مصطفى شوبير، ولكن تغير الحال تماما في الشوط الثاني. وانا مش بلوم اللعيبه في الشوط الثاني، انا بلوم كابتن حسام. يعني يا كابتن حسام، انا لما منتخب اسبانيا غير خط النص بتاعه ويبقى اللي نازل لي فيرمين لوبيز ورودري وبيدري، وانا ما بغيرش لعيبه خط النص بتاعي، يا دوب انا طلعت امام ونزلت تريزيجيه لعبته في مكان هو صعب قوي ان هو يلعب فيه، او مش افضل مكان ليه، هيبقى هو اللي هو قدام الاثنين الديفندرات في مباراه زي دي. فشفنا فرق، طبعا الكواليتي بقى خلاص، فرق كواليتي مع ارهاق الشوط الاولاني اللي اللعيبه نازله مريحه وهي اصلا البدني بتاعها اعلى. شفنا انهيار في بدايه الشوط الثاني، اول ربع ساعه او تلت ساعه، ثلاث انفرادات صريحه على مصطفى شوبير وتالق غير عادي من مصطفى. مصطفى النهارده يعني كتب شهاده ميلاده الحقيقيه مع المنتخب، واظن بقت واضحه للناس كلها الفرق بين مصطفى واي حد بينافسه في الفتره الاخيره. ثلاث انفرادات، اجوان، لو اي حاجه فيهم دخلت ما اقدرش ان انا اقول له ازاي الكره دي دخلت.